يا حبايبي، بيتكلم مسلسلنا النهاردة عن بنت بتقع في حب شاب وسيم طول بعرض وقمر، ولكن أختها العقربة ما بيعجبهاش الوضع. ازاي أختها تاخد واحد زي ده وهي لأ؟ هو بتفرق ما بينهم، ولكن ما بتعرفش إن الشاب ده هيرجع تاني ومش هيكون شخص عادي، لا هيكون المارشال جون القاسي اللي الكل بيخاف منه وبيعمل له ألف حساب. هو من غير رغي كتير خلينا نبتدي ملخصنا اللي بيبتدي في بيت عيلة جو، اللي بيكونوا قاعدين يضحكوا ويلعبوا ومبسوطين ومش على بالهم خالص اللي هيحصل كمان شوية. وفجأة بيقطع فرحتهم دي الحارس اللي بيعرفهم ان المارشال جون والحراس جايين يقبضوا عليهم بتهمة التآمر مع قطاع الطريق والقتل. والأب مش بيكون مصدق اللي بيحصل. هو بيدخل المارشال هنا مع حراسه وبيتصدم الأب ان ده ابنه من مراته الأولى اللي كان قتله من 5 سنين، وما بيكونش مصدق انه لسه عايش. هو بيسأله الأب هنا بأي حق تيجي وتقبض علينا؟ انت فاكر نفسك مين؟ فبيقوله هنا انك خططت القتل من 5 سنين، ده غير انك قتلت امي. هو بالنسبة لانك ابويا فدي حاجة انا نسيتها من زمان. هو بيأمرهم بالقبض على العيلة كلها لان مرات ابوه كمان شاركت في الخطة اللي كانوا عايزين يقتلوه فيها. هو في الوقت ده بتكون بطلتنا يون ومساعدها تو بيراقبوا اللي بيحصل. هو بنعرف ان بطلتنا شغالة في كازينو بيكون اكبر كازينو في المدينة وليه مكانته الكبيرة. المهم ان تو بيعرفها ان عيلة جو اتقبض عليهم كلهم وبتظهر عدم اهتمامها بالموضوع. لكن اول ما بيعرفها ان الشاب اللي كلفته يدور عليه موجود هناك بتفتكر ان الحراس هيقبضوا عليه هو كمان لانه من عيلة جو، وبتاخد عربيتها بسرعة وبتجري على هناك. هو بعد ما جون بيخلص مهمته بيكون هيرجع، لكنه بيتفاجئ بيون وهي داخلة عليهم بعربيتها وحواليها الخدع. هو بتقول للشرطة ان معاها فلوس وهتساومهم بيها على حرية جون، وبتنادى عليه بتشين. وهو طبعا اول ما بيسمع صوتها بيعرفها وبيتسمر مكانه من الصدمة، مش مصدق انه سمع صوتها بعد كل السنين دي وانها خلاص بقت قدام. المهم انها بتدي الفلوس للحراس عشان يسيبوه، لكن واحد منهم بيقولها تنزل ايدها من على مارشال جون، فبتقوله مارشال مين يلا اجري بسرعة. هو بتاخده في ايدها وبتجري لانها بتكون فاكرة ان المارشال هيجي يقبض عليهم. وهو هنا بيفتكر ان من 8 سنين وقع في المية ويون هي اللي انقذته، ومن وقتها وهما وقعوا في حب بعض. وجون اللي حبها الاول لانها الوحيدة اللي حنت عليه، وهي طلبت منه مقابل انها انقذته انه يتجوزها لما يكبروا. وبنرجع للحاضر تاني وهما لسه بيجروا، وبتقف يون اخيرا وبتسأل ازاي ينتحل شخصية المارشال وان الشرطة اكيد كانوا هيعرفوا وهيمسكوه. وهنا بيتأكد انها ما تعرفش اللي حصله في السنين اللي فاتت، وبيقرر يجاريها وبيشكرها على انقاذه للمرة التانية، ولكنها بتقوله لا وانها عايزة وعده ليها زمان ان يكون ليها مقابل انها تصرف عليه وهتحميه كمان. فبياخدها على قد عقلها وبيوافق، بس بيسألها لو مش خايفة من الشرطة لانها كده هتكون بتساعد مجرم وهارب من العدالة. لكنها بتعرفه انها حد تقيل قوي في البلد خصوصا عند الحاكم، فبيطمن وقريب قوي هتجيب له العفو كمان. وهنا بنشوف واحد من الحراس بيكون لسه وراهم، وجون بيشوفه فبيحضن يون وبيخبيها وبيشاور للجندي عشان يرجع، فبيفهم ان جون خبى هويته عليها. وبتاخده بعدها لبيتها وبتمضيه على اتفاقية ان يكون ليها ويعمل اللي هي عايزاه مقابل انها تصرف عليه وهتحميه من الحكومة كمان. وهو طبعا بيمضي لانه عايز يكون جنبها. هو بتحذره ان يتكلم اي بنت تانية غيرها، لكنه بيفاجئها هنا وبيشدها في حضنه وبيقول لها حاضر. وهي بتتفاجئ من جرأته دي لانها ما تعودتش عليه كده وكانت فاكراه لسه خجول زي زمان. وتاني يوم بقى في بيت عيلة مينج بنشوف اخت يون من الام التانية بتعرف ابوها ان عيلة جو اتقبض عليهم كلهم وخايفة يتورطوا معاهم بسبب شغلهم زمان. لكن الاب بيعرفها انهم بعيد عنهم من فترة والشغل ملوش علاقة باللي بتقوله، بس بتقول لابوها انها هتروح تسأل سكرتير المارشال وتتأكد لو هما في امان. وقبل ما تمشي بتعرفوا ان في عملية سرقة حصلت للبنك امبارح واسم العيلة جه فيها، وخايفة تكون أختها يون هي اللي عملت ده. وطبعا الأب بيتعصب بسبب تسخين مينج ليه وبيقرر يروح ويتخانق مع يون ويعلمها الأدب. وفي بيت المارشال بقى الحارس بيعرف كو اللي بتكون أم جون بالتبني إن جون راح مع بنت، واللي فهموا إن المارشال مخبي هويته عنها، فبتفرح لأن ابنها أخيرا لقى حب حياته. وهنا بتفهم هو ليه كان رافض الجواز طول المدة دي، وبتقرر تستنى لحد ما يعرفها على العيلة بنفسه. بس لما بتعرف إنها من عيلة بينك بتقرر إنها تبعت شوية هدايا للعيلة وتشوف عروسة ابنها من غير ما تعرف. وعند يون بقى بتصحى من النوم وبتفتكر اللي حصل بينها وبين جون وبتكون مبسوطة
هو بنرجع لبيت شين وبنشوف مينج وهي مع وانج السكرتير واللي بيطمنها ان عيلتها بعيدة عن خطر جو. وفي الوقت ده بتشوفها كو اللي بتعرف من الحارس انها بنت عيلة بينج بس مختلفة شوية عن اللي شافتها امبارح، ولأن المسافة بتكون بعيدة مش بتعرف تحدد لو هي أو لأ. المهم إن كو بتقرر تبعت شوية هدايا لبيتها. وفي بيت يون بقى بتلاقي جون بيقطع لها التفاح وبياخدها على رجله وبيقولها ايه رأيك؟ فبتقوله في ايه؟ بيقولها في الدلع ده. فبتقوله حلو اهو تعمل بلقمتك. فبيضحك عليها لأنها مش راضية تحترف لحد دلوقتي إنها بتحب. هو بتقوم فبيقوم وراها وبيحضنها وبيعرفها إنها وحشاه جدا. فبتعاتبه لأنها لو وحشته بجد كان جه وسأل عليها بدل ما هي فكرته مات وقعدت حزينة عليه طول السنين دي. لكنه بيقرب منها مرة تانية وهنسيبهم هنا مع بعضهم وهنروح لبيت بينج اللي بنته بتكون أخدت الهدايا بفرحة. بتكون فاكرة إنها هتكون خطيبة جون خلاص، واللي عمرها ما شفته بالمناسبة لأن العيلة بتكون لسه نقلة جديد ولسه لحد دلوقتي معرفتش هو مين. بس المشكلة مش بيكون معاهم مهر. فبيقرر هنا الأب إنه يروح ليون ويطلب منها فلوس غصبا عنها. وبنشوف يون في الوقت ده بتكون بتكلم شين وبتطلب منه يعفى عن جون مقابل أي خدمة يطلبها منها. ولأنها واصلة في البلد المارشال شين بيوافق على طلبها، بس هو عارف إنها بتتكلم على جون ومستغرب إزاي ما تعرفش إن هو ابن. وبعدها بقى جون بيجي وبيسألها بيتكلم مين، فبتقوله إنها بتحاول تحل مشكلته عشان يكون حر وهو بقى عليه رد الدين. فبيفهم قصدها وبيبدأ يقرب منها، ولكن عيلتها بتوصل في الوقت ده وبيصروا يدخلوا. هو بتقوله يستخبى عشان محدش يشوفه ويبلغ عنه. هو بتطلع تفتح لهم وبيدخلوا بكل بجاحة للبيت. هو بيطلب منها الأب تسلم كل محلاتها ليه يديرها، بس بترفض لأنها ورثتها من أمها ومش هتتخلى عنها، وكفاية إنها مش عارفة تلاقيها بسببه لأنه مخبيها عنها بس هتوصلها قريب قوي. وهنا مينج بتحاول تغيظها وبتعرفها إنها قريب قوي هتبقى مرات المارشال جون اللي لما بيسمع كلامها بيصعق من الصدمة لدرجة إنهم بيسمعوا صوته. فبيدخل الأب وبنته عشان يشوفوا مين ده وبيقدروا يتعرفوا عليه لأن عائلتهم كانت صحاب زمان، وبيستغربوا إنه لسه عايش. والأب بيتعصب عليها لأنها مخبية مجرم، لكن جون بيدافع عنها وبتحاول مينج تقرب منه وبتقوله يجي معاهم وهي هتحميه. وهنا يون بتشك إنه ممكن يروح معاها لأنه كان بيحبها زمان، لكنه بيرفض وبيطلب منهم يطلعوا برا. وطبعا هي هنا بتتفاجئ لأن أختها كانت مفهماها زمان إنه بيحبها وهي سابته عشانها، لكنه بيقف جنبها وبيطردهم من البيت. وبتفرح لأن أخيرا بقى لها سنة والراجل يدافع عنها وبيطلعهم برا. وبتكون يونها تقع لكنه بيمسكها وبتشكره لأنه وقف معاها، لكنه بيسألها لو هتسمح كلام أبوها وتروح تقابل العريس اللي عايزة تتجوزه. فبتقوله لأ طبعا لأن انت الوحيد اللي في قلبي يا حبيبي. وفي بيت شين بقى بيروح يعرف مراته بموضوع مكالمة بنت عيلة بينج واللي بتدافع عن ابنهم. فبتفهمه مراته الحكاية وكانت لسه هتعرفه ان ابنه خاف هويته عنها يمكن عايز يختبرها مثلا. وبيكونوا فرحانين لأن ابنهم أخيرا حب. وبتروح مينج عشان تقابل المارشال ومراته وبيرحبوا بيها وبيسألوها عن سنها ولو اتجوزت قبل كده. وهي طبعا بتفرح لأن كده معناه انه هيتجوزوها ابنهم، وبتعرفهم كل المعلومات اللي عايزين يعرفوها. وبعد يومين بقى بيرجع جون يقابل أبوه اللي بيعرفه إن حبيبته اتصلت بيه تطلب منه خدمة وإنه يبعد عنه وما يأذيهوش وكمان يحميه. وبيسأله عن نوع العلاقة بينهم فبيعرفوا إنها حبه القديم، وبيفتكر إن هي اللي ساعدته دايما في أوقاته الصعب قبل ما شين يلاقيه بعد محاولة قتل وقرر يتبناه لأن ما عندوش أولاد. المهم إنه بيطلب منه يخبي هويته عنها لحد ما يصرحها هو بنفسه. وعند يون بقى كانت بتقابل عريس الغفلة اللي بيقولها إنها كويسة للجواز، بس يون بتقوم وبتسيبه وبتعرفه إنه مش عاجبها، ولما بيحاول يوقفها بالعافية بتضربه بالقلم على وشه خصوصا إنه بيغلط فيها وبتهدده بالسلاح لو حاول يقرب منها تاني. وبترجع البيت وبتلاقي جون جايب لها التورتات اللي بتحبها وبتفرح لأنه لسه فاكرها وبيسألها عملت إيه مع العريس فبتطمنه إنها طفشته. وبيعرفها بعدها إن في حفلة في بيت شين وعايز يحضرها، فبتقوله أنت رايح عشان تطلب من المارشال ابنه العفو؟ فبيقول لها أيوة، والحقيقة إنه رايح عشان يخلي أهله يشوفوها ولكنه بيكون سايبها كده على عماها لحد ما يجي الوقت المناسب وتعرف الحقيقة. وفي بيت بينج بقى بيروح وانج يقابله وبيعرفه إن بنته أهانته على الآخر وقلت منه،
فبترد مينج بداله وبتعرفه انها مغرورة، بس لو عايزها بجد لازم يأدبها قبل الجواز. هو فعلا بيروح وانج يتفق مع 3 من قطاع الطريق عشان يضربوها. وتاني يوم بتروح يون لبيت ابوها عشان تسأله عن مكان امها، ومينج بتستغل الفرصة عشان تجرها لقطاع الطريق وبتقولها انها شافتهم سوا ماشيين، فبتهددها يون عشان تدلها على مكانهم، وبتاخدها فعلا لحد ما بيوصلوا المكان مقطوع وبتلاقي 3 بلطجية حواليها، وبتفهم ان ده فخ. والمصيبة انهم مش عارفين ان دي تبقى رئيستهم اصلا، ولما بيحاولوا يضربوها هي اللي بتمسكهم تضربهم. هو بيوصل وانج اللي بيكون جاي يشمت فيها فبتضربه هو كمان، وبتدي الضربة القاضية على دماغه، وبتلحق اختها اللي كانت هتهرب وبتديها شوية اقلام محترم على وشها عشان تبقى تتشطر وتضحك عليها تاني. وبترجع الكازينو وبتعرف طوق اللي حصل من الحراس وبتقوله يأدبهم شوية ويعرفهم من الرئيس هنا، فبيتأسف لها على اللي حصل وبيعرفها انهم لسه بيدوروا على امها بس مش لاقيينها. وعند جون بقى بيعرف باللي حصل وبيأمر الحراس يدوروا على عمل كده ويسجنوه، وأول ما بيحس بيون جاية بيقفل التليفون بسرعة، ولكنها بتشك انه بيكلم مينج وبتحذره ان هي اللي بتحميه وبتصرف عليه. هو مش مسموح له يكلم مينج ولا يكلم اي بنت غيرها، وبتسأله لو لسه لحد دلوقتي منساهاش، لكنه بيستغرب من كلامها وبيقولها انه عمره ما فكر في مينج اصلا ولا حبها. فبتسأله هنا امال انت رجعت ليه؟ فبيعرفها انه رجع عشانها، وبتسأله ازاي وهو قال انه ما بيحبهاش، وده حصل لما مينج عرفتها ان هي وهو بيحبوا بعض وطلبت منها تبعد عنهم. بس هنا جون بيقولها انه حصل معاه نفس الحاجة، بس مينج عرفته انها كلفتها توصله الرسالة دي وانها ما بقتش تحبه ولازم يبعد عنها. ومن هنا هما الاتنين بيعرفوا ان مينج اللي فرقت بينهم بسبب غيرتها من يون، والاتنين كانوا ضحية لألعابها الخبيثة. بس بتسأله هنا امال انت كنت هتخطبها ليه؟ فبيقولها مستحيل، العيلة اللي كانت عايزة تخطبني ليها بسبب المشاكل اللي عندهم، ولما رفضت حاولوا يقتلوني. بتزعل يون على اللي حصله وبتتأسف له عشان شكت فيه. وعند شين بقى بتروح تقابله يون، ولما سمع اسم عيلة بينك فكرها مينج، لكنه اتفاجئ انها يون وعرفته ان هي اللي كلمته في التليفون. ففهم هنا ان مراته غلطت في البنت لان العيلة عندها بنتين، وبيسألها لو هي اللي اتكلفت بحماية جون، فبتسأله عرف منين، وطبعا جون اللي بيكون قايله، بس بيلحق نفسه بسرعة وبيتوه الكلام وبيسألها عايزة ايه، فبتطلب منه دعوة لحفلة الليلة علشان جون يطلب السماح من المارشال ابنه وبعدها يقدر يعيش حر لانه بريء ومش زي بقى عيلته. فبيوافق فورا وهي بتشكره، لكنه بيقولها احنا عيل، وبتستغرب من الكلمة دي فبيلحق نفسه تاني وبيقولها الجيش، قصدي الجيش طبعا. وتاني يوم بقى الصبح بتصحى وبتعرف جون اللي بيكون جنبها انها هتاخده لحفلة الليل، فبيفرح وبيسألها جابت الدعوة منين، فبتعرفه انها صاحبة كازينو شانجلي وليها سمعة واصل في البلد، ولولا ما كانتش هتقدر تسيب العيلة وتعيش لوحدها. وبالليل بقى بتكون قوة فتستقبل الحضور، ومن ضمنهم عيلة بينك اللي بيطلبوا منها ترتاح وهم هيستقبلوا الضيوف. وأول ما بتدخل بتوصل يون مع جون وبيرفضوا يدخلوهم وبيتهموهم انهم زوروا الدعوة، وبتقعد تهين فيهم، لكن يون بتعرفها ان الجنرال شين بنفسه سلمها الدعوة، لكن مينك بتكدبها، بس يون مش بيهمها وبتدخل غصب عنها. فبتجري مينج تشتكي الكو وتعرفها ان اختها زورت الدعوة عشان تحضر الحفلة، ولكنها بتتصدم لما بتلاقي ابنها داخل مع يون اللي بتتكلم بكل احترام، وبتعرفها ان الجنرال شين اللي سلمها الدعوة، وفعلا بتلاقي قمضته عليها وبترحب بيهم في الحفلة. وفي الوقت ده بيكون شين في طريقه للحفل وبيكون نسي يعرف مراته بسوء التفاهم اللي حصل وانها اتلخبطت بين البنتين. اما مينج بقى بتعترض على وجود جون ويون، لكن كو بتزعق لها وبتقولها ما تنساش نفسها وانها مجرد ضيف زيها زيهم والأحسن ما تتعداش حدودها. وجون هنا بيطلع الدعوة وبيعرفها ان هو كمان داخل بدعوة، ومانجي مش بتكون مصدقة، ويون بتكون خايفة لحسن تكون مزورة ويفضحوا. واخيرا بيوصل شين وبيرحب بيون وجون وسط صدمة بينج من احترامهم لأختها، وبيقولهم شين يستمتعوا بالحفلة، وبعدها بياخد مراته على جنب وبيفهمها كل اللي حصل وإن يون هي البنت اللي بتحمي ابنهم، فبتقوله فعلا البنت التانية دي مش مناسبة خالص. أما جون بيعرف يون إنه هيدور على المارشال
وتستناه هنا. وفي الوقت ده بتروح كو تتكلم معاها وتتأسف لها على سوء التفاهم اللي حصل لأنها ما تعرفتش عليها من الأول. بس يون بتقول لها حصل خير ومش ذنبها أبدا إن مينج اتخطت حدودها. ومينج لما بتسمعهم بتروح تتخانق مع أختها وبتقول لها إنها مش من العيلة وحرامية وأمها هربت، ولكن يون بتضربها قلمين وبتصدم الكل لما بتتكلم وبتقول إن أبوها خطف أمها وخباها، وفوق ده كله عايز ياخد أملاكها اللي اكتشف إنها سجلتها باسمها ولسه لحد النهاردة بيساومها عليهم، والكل بيعرف حقيقتهم وبيتكلموا عليهم. وبعد ما بيمشوا بتتأسف لكو إنها بوظت الحفل، لكنها بتقولها تيجي تقابل شين عشان يحللها مشكلة أمها. وفعلا شين بيوعدها إنه هيدور لها على أمها وبينصحها ما تعصبش بينج اليومين دول. وكو في الوقت ده كانت قاعدة مع ابنها وبتعرفه إنها بعتت هدايا كتيرة لمينج، ولكنها اتصدمت النهاردة وعرفت إنها كانت غلطانة في العنوان، بس هتبعت تجيبها النهاردة لأن الهدايا دي لمرات ابنها وبس. وعند مينج بقى بتفضل تعيط، ولما بتقابل وانج السكرتير الجنرال بتعرفه ان اختها تسببت ان كو تغضب عليها وبتطلب منه يساعدها او يصلح بينها وبين كو، فبيقول لها هيحاول بس بتسأله عن المارشيل الصغير وبيعرفها انه لسه ماشي من هناك كده، فبتروح وراه وبتدخل اوضته من غير اذن وبتشوفه هو بيغير هدوم لكنه بيهددها بالسلاح عشان تلف وشها، فبتلف وبتعرفه انها خطيبته وبيقول لها انه مش خاطب حد. جابت الكلام ده منين؟ فبتعرفه ان امه بعتت ليها هدايا كتير وقريب هيتجوزوا، فبيأمرها تطلع برا اوضته وبيكمل لبسه وبيرجع للحفل. وهناك يون بتشوفه من ظهره وبتشبه عليه، لكنها بتسمع الضيوف وهما بيتكلموا عن جوازه القريب من مينج وبتزعل وبتروح تندهله. لما بيلف بيكون لابس قناع فبتتأسف له لأنه شبه صديقها وبيفرح إنها قالت عليه صديقها وبيقول لها عادي حصل خير. والضيوف بيتلموا حواليه بعدها وبيسألوه إمتى هيتجوز مينج، بس بينفي إنه هيتجوزها وبيعرفوا من العروسة من عيلة بينج بس مش هي مينج. وبتستغرب يون لأن مفيش غيرها هي وأختها في العيلة، بس بتقول يمكن يكون في عيلة تانية بنفس الاسم وهي ما تعرفش. وبعدها بتستأذن عشان تدور عليه فبيطلع جري وراه وبيلحق يغير لبسه قبل ما تشوفه، وبتلاقيه جاي من وراها وبتسأله انت جيت منين، لانه متأكدة لما طلعت ما كانش في حد ورايا. وبتسأله رايح فين بس مش بيرد، فبتخمن انه قبل المارشال وبيقول لها ايوه وقدرت اتفاهم معاه واتصالحنا وخلاص انا دلوقتي بقيت حر. فبتفرح له بس بتستغرب ان شاب كويس زيه ممكن يتجوز مينج رغم انه نفى ان هي العروس ومفيش غيرهم في العيل، والموضوع ده بيكون محيرها. والمهم ان يون بعدها بتقوله لو حابب يسيبها وعنده علاقات تانية هي مش هتمنعه، لكنه بيلفها وبيشيلها زي شوال الرز وبياخدها على البيت. وفي بيت مينج بقى الحراس بيروحوا يطالبوها بالهدايا بس بترفض تديها لهم، فبيعرفوها انها لو ما سلمتهاش خلال 3 ايام هيقبضوا عليها بتهمة السرقة. وبتقرر مينج تنتقم من اختها اللي سببت في كل ده وخلتها تخسر كل حاجة، لكنها ما تعرفش ان ده مجرد سوء تفاهم من كو. وبتروح تقابل العريس السابق عشان تتفق معاه عليها، وبتشوف اختها بالصدفة في الكازينو بس بيقول لها ان صعب تكون هنا، ولكن هي كانت موجودة جوه. وبتهزق في الرجالة اللي حاولوا يضربوها وبيتأسفوا لها على عملتهم. وبنرجع للعريس اللي راح واتفق مع مجموعة من حراس الكازينو عشان يضربوا بنت، وبيوافقوا مقابل فلوس كتيرة طبعا، وبيخلوه يقابل مديرهم تشو عشان يتفق معاه وبيعرفوا المطلوب، فبيقولوا انه هيقابلوا بكرة وهيعملوا لها الفخ. هو كمان مينج بتحرضه انه يحتدي عليها وبتفضل تغلب الفلوس. وفي بيت جون بقى بيكون جون بيتكلم معاها عن الجواز وبيطلع اسوار وبينزل على ركبته وبيطلب منها الجواز، وهي ما بتكونش مصدقة واكيد طبعا بتكون طايرة من الفرحة. وبتسأله لو مستعد يبقى معاها فعلا، فبيقول لها انه محبش غيرها ولا هيحب، وبتوافق لان دي اللحظة اللي استنتها من زمان. وبيروح بعدها يبلغ اهله وبيترجى امه ما تقولش على هويته الا لما هو يعرف يون بنفسه عشان ما تزعلش منه. وفي الوقت ده بتكون يون مع عائلتها وابوها بيطلب منها تروح تقابل عيلة العريس عشان بينهم شغل وتنهي سوء التفاهم اللي حصل ده لو عايزة تعرف مكان امها، وهي طبعا بتوافق عشان تعرف مكانها. ولما بيرجع جون بيعرفها انه هيغيب فترة عنها لان المارشال هيتجوز وعايز يبقى جنبه، فبتسأله لو هيتجوز اختها لكنه بيقول لها لأ وانها من عيلة بينج بس مش اختها. فبتستغرب لان اختها لسه مأكدة عليها انها تتجوز من المارشال. وتاني يوم بقى بتروح يون لعيلة العريس
ومش بتظهر ليهم أي احترام. وبالعريس بيسأل بينج لو ربى بنته، فبترد يون وبتقوله لأ، اتخلى عني ورماني في الشارع، والشارع هو اللي رباني. فبيرد العريس عليها وبيقولها ما تقلقيش، أنا هربيكي من أول وجديد. فبتستغرب يون من طريقته وبتقوله إنها هتمشي لأن الجوازة دي مش على هواها ومش عايزة تكمل. ولكن أول ما بتقوم بتلاقي رجالة كتير حواليها من رجالتها اللي مش عارفينها وبيحاولوا يتهجموا عليها. والعريس عمل حسابه المرة دي وجاب رجالة أكتر من بتوع المرة اللي فاتت عشان ما تضربهمش وما تقدرش تفلق. وبيكون منهم تشو اللي ما قابلش يون ولا مرة. وفي الوقت ده بيكون جون بيحضر دعوات الفرح، ولكنه بيعرف بالفخ اللي اتعمل ليون وبياخدوا الحراس وبيروح على هناك. وبتكون يون لسه واقفة بثبات قدامهم وبتسألهم لو يعرفوا هي مين، بس محدش بيكون عارفها لحد ما بيوصل جون بالحراس وبيأمر بالقبض على كل اللي ضايقوا عروسته. وهي نفسها بتكون واقفة مستغربة وما بتكونش مستوعبة ان ده هو المارشال. حتى مينج بتسأله انت لابس كده ليه، بس الحرس بيبعدوها عنه وبيعرفهم ان يون تبقى صاحبة كازنو شانجلي. فتشو من الخوف بينزل على ركبته وبيتأسف لها، لكن جون بيأمر الحراس ياخدوهم كلهم على الحبس. وبيعرف يون ان محدش هيقدر يهددها بأمها تاني طول ما هو عايش، وما تخافش لأنها هتكون في حمايته. وبترجع معاه البيت وبتقابل أمها اللي بتكون اشتاقت ليها وعرفتها إنها بخير بفضل جون. وبتوصيها عليها لأنه طلب إديون منها، بس يون بتكون لسه زعلانة منه وبتسيب أمها ترتاح. وبعدها بيروح ورا يون بيتها عشان يراضيها بعد ما عرفت إنه كدب عليها. هو بيعاقب نفسه بالنزول على ركبته عشان تحن وتسامحه، ولكنها سألته انت خبيت عليا ليه؟ فبيقولها ان هي اللي فهمت غلط من الأول وحب يعيش معاها شوية براحته، بس كده كان ناوي يعرفها بعدين. هو بيطلب منها السماح فبيصعب عليها وبتوافق تسامحه، خصوصا انه لقالها امها ورجعها لحضنها تاني وبتوافق تتجوزه. وبعدها بنشوف تجهيزات الفرح في بيت جون. اما يون بتكون راحت لأهلها للمرة الأخيرة عشان تشمت في حبسهم، وبتعرفهم كمان انها لقت امها وحب حياتها اللي طلع المارشال بشحم ولحم وهتتجوزوا بكرة. وبتسيبهم يتحسروا على حالهم ويندموا على اللي عملوا فيها. وتاني يوم بيكون الكل مستني وصول العروسة بفستانها الأبيض اللي أول ما بتطل بيه أمها بتعيط من الفرح وما بتكونش مصدقة إن أخيرا اليوم ده جه وشافت بنتها بالفستان الأبيض. وأخيرا هي وجون بيتمموا جوازهم وبيتخلصوا من كل العقارب اللي كانت في حياتهم. ولحد هنا يا حلوين المسلسل بتاعنا خلص. لو عجبكم الملخص ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.